النهارده حابب اوصل رساله لجمهور النادي الاهلي. انا عمر الزملكاوي حابب اقول لكم من حقكم ان انتوا تفرحوا بصفقات النادي الاهلي الجديده، ومن حقكم ان انتوا تفرحوا باداره النادي الاهلي وتدافعوا عنهم، لان اداره النادي الاهلي لما ياخدوا زيزو من قلب نادي الزمالك وفري تبقى اداره شاطره، لما يعرفوا يجيبوا صفقات من داخل مصر وخارج مصر واحسن صفقات في افريقيا تبقى اداره شاطره، لما يعرفوا يجيبوا رعاه بدل الواحد 2 و3 و4 و5 و6 ويضخوا ملايين الدولارات تبقى اداره شاطره، لما يعرفوا يجيبوا رجال اعمال تضخ ملايين الدولارات من غير ما تتحكم في النادي تبقى اداره شاطره، لما يروحوا يزودوا فروع النادي الاهلي ويخلوهم 6 و7 و8 8 فروع للنادي الاهلي في مصر تبقى اداره شاطره، لما يعرفوا يعملوا استاد للنادي الاهلي في خلال 4 سنين هيكون في استاد عالمي للنادي الاهلي تبقى اداره شاطره، لما يروحوا يعملوا شط وفندق لجماهير النادي الاهلي تبقى اداره شاطره، لما يعرفوا ياخدوا حقهم من اتحاد الكوره ومن الرابطه ومن لجنه الحكام تبقى اداره شاطره، لما يخلوا مؤسسات الدوله كلها في ظهر النادي الاهلي تبقى اداره شاطره وقويه، لما يخلوا الاعلام المصري كله في ظهر النادي الاهلي تبقى اداره شاطره وقويه. عشان كده انا بقول اداره النادي الاهلي اداره شاطره وقويه، وبيعرفوا يسوقوا كمان الصفقات الجديده ويضخوا من وراهم ملايين الدولارات تبقى اداره شاطره وقويه. لما يعملوا كل ده لجمهور النادي الاهلي من غير ما يتعب ويعاني يبقى فعلا اداره النادي الاهلي اداره شاطره وقويه. عشان كده انا حبيت اوصل رساله لجمهور النادي الاهلي واقول له انت عمرك ما عانيت ولا عمرك تعبت ولا عمرك بتدافع عن النادي ضد اي حد، لان اداره النادي الاهلي اي اداره بتيجي بتبقى اداره قويه وشاطره وكل الدنيا وكل الدوله وكل مؤسسات الدوله في ظهرها. عشان كده انا بقول اداره النادي الاهلي اداره شاطره، ومن حقك يا جمهور الاهلي تفرح بادارتك. عشان كده بقول لجماهير النادي الاهلي من حقك ان انت تفرح، عشان دايما انت ناديك مستقر غير نادي الزمالك. يا رب تكون الرساله وصلت. انا عمر الزملكاوي حبيت اوصل الرساله، وحابب اشوفكم في حلقه جديده وفي رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.